بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الكلام اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام عن نص جنيه 2005 وجنيه 2005 وأسعارهم. ده جنيه 2005 وده نص جنيه 2005، 50 قرش 2005 وجنيه 2005 وأسعارهم هنتكلم فيها. هنتكلم في كل حاجة عنه عشان في ناس مفكرة ان النص جنيه ده غالي والجنيه غالي. كلام ده كله مش صحيح. الكلام ده مش صحيح. جنيه 2005 سعر الجنيه بيساوي جنيه، ونص جنيه 2005 النص جنيه بيساوي نص جنيه، مفيش فرق بينهم. الجنيه بيساوي قيمته والنص جنيه بتساوي قيمته. طبعا الجنيه ما بينجذبش للمغناطيس والنص جنيه ما بينجذبش للمغناطيس. يعني لو جبت مغناطيس على جنيه 2005 الجنيه 2005 مش هيلقط في المغناطيس، والنص جنيه زيه مش هيلقط في المغناطيس. طبعا ده أول إصدار من النص جنيه 2005، وده أول إصدار من الجنيه 2005. المعدن ما كانش فيه حاجة قبل كده، جنيهات معدن قبل كده. قال لك جنيهات اللي كانت التذكاري والانصاص التذكاري. أما العملة المتداولة اللي هي الجنيه 2005 ده الإصدار الرسمي من الجنيه، والإصدار الرسمي من نص جنيه في 2005. ده أول إصدار منه وده أول إصدار منه. طبعا قلنا إن النص جنيه ما بينجذبش المغناطيس والجنيه ما بينجذبش المغناطيس. الناس اللي بتقول إن الجنيه سعره غالي والنص جنيه سعره غالي، مفيش الكلام ده. ده كلام مش صحيح. الجنيه بيساوي قيمته والنص جنيه بتساوي قيمته. يبقى احنا ما نسمعش أي كلام من الكلام ده. الجنيه بيساوي قيمته والنص جنيه بتساوي قيمته. في طبعا الجنيه 2005 ده ما بينجذبش المغناطيس، في نسخة منه إصدار منه بيلقط في المغناطيس. ده اللي بيبقى غالي شوية عن قيمته، بيعمل 20 جنيه و25 جنيه، اللي هو ما بيلقطش اللي هو بيلقط في المغناطيس. يعني لو جبت الجنيه العادي ما بعد 2005، طبعا أي جنيه ما بعد 2005 بينجذب للمغناطيس. نص الجنيه 2005 ما بينجذبش للمغناطيس. في نسخة من جنيه 2005 ودي قليلة شوية بتنجذب للمغناطيس، بتلقط في المغناطيس. فده سعرها بيبقى ايه، غالي شوية عن الجنيه. يعني بس بتعمل 20 جنيه 25 جنيه 30 جنيه اخرها. اللي هو بينجذب للمغناطيس بيعمل 30 جنيه او 25 جنيه، مش اكتر من كده. مش غالي برضو، يعني سعره بيبقى عامل 30 جنيه 25 جنيه، مش اغلى من كده ولا اقل من كده. اما الجنيه العادي اللي قدامك اللي هو 2005 اللي هو ما بينجذبش للمغناطيس، ده سعره جنيه بيساوي جنيه، والنص جنيه سعره نص جنيه. يبقى احنا ما نسمعش الكلام ده. وانا بقول لك هنا الكلام الحقيقي والاسعار الحقيقيه. الجنيه بيساوي جنيه، والخمسين قرش بتساوي 50 قرش. جنيه 2005 اللي هو بينجذب بقى للمغناطيس، ودي نسخة قليلة، فده ممكن يعمل 25 جنيه و30 جنيه بس، مش اكتر من كده. متنساناش في اللايك والمتابعة للصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.